السلام عليكم يا حبايبي. أنا أماني محمد. يلا بينا نعمل شوية قراقيش فلاحي تنفع جنب الفطار أو جنب العشاء. القراقيش بتاعتنا الله عليها مع كوباية شاي أو كوباية شاي بحليب بيبقى طعمها تحفة. القراقيش بتاعتنا طريقتها سهلة وبسيطة، وزي ما انت شايفة ما شاء الله القراقيش بتاعتنا ناجحة جدا وهشة ومفرغة من جوه، ازاي هتدوب دوبان وانت بتاكليها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم، ونقول بسم الله. في بولة هنزل بكوباية لبن دافي، ونفس الكوباية معايا مية دافية، هاخد نص الكوباية بس وهسيب النص التاني. ومعايا 5 معالق من السكر بالمعلقة دي بمثابة نص كوباية من السكر، ولو مش بتحبيها مسكرة خليهم معلقتين بس أو 3 كفاية. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار مليانين من الخميرة، ولو احنا في فصل الصيف هنخليها معلقة واحدة كبيرة، لكن الجو برد وعايزين نسرع عملية التخمير. هنقلب الخليط اللي في البولة ونغطيه بطبق ونركنه على جنب. معايا كيلو دقيق لجميع الاستخدامات، وهنزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر أو من كيك شيف، وهقلبهم مع الدقيق. وهنزل عليهم بكوباية من السمنة، وبنفس الكوباية معايا نص كوباية كمان من السمنة، وهكمل الكوباية التانية بالزيت وهنزل بيها على الدقيق. ويبقى كده أنا استعملت كوباية ونص من السمنة ونص كوباية من الزيت، والسمنة اللي أنا استعملتها مش سخنة، أنا يدوبك سيحتها على النار يعني دافية. لكن لو هتعملي القراقيش وعايزاها تقعد عندك فترة طويلة لازم تسخني السمنة. انا ما سخنتهاش لان هي يدوبك هتقعد عندنا 2-3 بالكتير، مش اكتر من كده. وملحوظة بقى عايزة اقولها لك، السمنة بتخلي القراقيش دايبة دوبان معاكي، اما الزيت بيخلي القراقيش بتاعتك مقرمشة. يعني انت ممكن تضيفي كوباية من الزيت وكوباية من السمنة، او تضيفي الكوبايتين زيت اللي يريحك. بعد اضافة المادة الدهنية انا ببس الدقيق بالشكل ده. فاكرة لما بتيجي تعملي الكحك وتبسي الدقيق مع السمنة؟ عايزين كل حبيبات الدقيق تتغلف بالمادة الدهنية وتبقى عاملة زي الرمل المندي بالشكل ده. بعد كده هننزل بالخميرة بتاعتنا، وانا هنا بقولك يمكن استبدال اللبن بالمية، يعني كنا هنحط 1.5 كوباية من المية بدل كوباية من اللبن ونص كوباية من المية الدافية. انا هكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف علشان ما تتلخبطيش يا ست الكل. وهنا بقى هنبدأ نقلب الكل مع بعضه ونعجن. يلا يا ست الكل. وفاكرين بقى احنا لسه معانا على جنب نص كوباية مية دافية، احنا ضفنا للخميرة نص كوباية بس من المية الدافية، وادي باقي الكوباية هنزل بيها على العجين بتاعنا بالتدريج وحسب احتياج العجين للمية بقى. ممكن ياخد نص الكوباية وممكن ياخد اقل كمان، وده بيكون حسب كل دقيق واحتياجه للمية. انا استعملت نص كوباية المية دي واتبقى منها حوالي معلقتين بس. وادي العجينة بتاعتنا ما شاء الله بقت عاملة زي الملبن، طرية ولينة وبنشكلها بسهولة. ولو فردت جزء منها على ايدك ولقيتيها مش مشققة يبقى هي كده تمام، مش محتاجة مية تاني. العجينة بتاعتنا غطيتها بفوطة وسبتها ترتاح 5 دقايق بس، مش اكتر من كده، وقلبتها على صينية وغطيتها بكيس بلاستيك. وهنقطع جزء من العجين ونبدأ نفرده بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده. هناخد قطعة العجين وننظمها بإيدنا بالشكل ده ونقفلها من الناحية التانية ونلفها رول ونفردها على شكل مستطيل. وبالقطاعة هنساوي الأطراف بالشكل ده. انت ممكن تستعملي السكينة، مفيش أي مشكلة. وطبعا زوائد العجين دي ما بنرميهاش، أنا بسيبها على جنب للآخر. أنا هرش رشة من السمسم على وش العجين وأفرده تاني بالشكل ده، وبعد كده هنقطع العجين بتاعنا للأحجام اللي نحبها. وبرص العجين بتاعي في صينية مش مدهونة سمنة أو زيت أو أي حاجة خالص. أنا بعمل سمك العجين حوالي نص سنتي علشان ما تبقاش تخينة قوي معايا وتغلبني في السوا في الفرن. لكن انت براحتك، لو عايزة تخنيها شوية مفيش أي مشكلة. الحجم ده كان مناسب معايا قوي. هفرد لك قطعة كمان. باخد جزء من العجين وبضغط عليه بإيدي وأطلع منه فراغات الهواء الموجودة فيه، فالعجينة بتنعم معاكي وبيبقى شكلها منظم. بقفلها من تحت وألفها رول، وبعد كده ببدأ أفردها على شكل مستطيل. هرش عليها رشة من السمسم وأفردها فردتين كمان علشان أضغط السمسم إنه يلزق فيها وما يقعش من على العجين. وهنظم الجوانب بالقطاعة وأقطعها الأحجام اللي أنا عايزاها. انتي بس في الأول هتحسي إن الموضوع صعب،
لكن مرة واتنين هتلاقي ايدك اخدت على الفرد والتقطيع والموضوع هيبقى سهل جدا. انا خلصت الكمية بتاعتي وسبتها تخمر حوالي ساعة قبل ما ادخلها الفرن لان الجو برد جدا. وتعالي اقولك هنسويها ازاي. سخنت فرن البوتاجاز حوالي 5 دقايق على درجة حرارة 180، وهنحط القراقيش بتاعتنا على الرف الأوسط في الفرن. هي بتحتاج حرارة متوسطة، مش عايزين درجة حرارة عالية علشان ما تاخدش لون معاكي بسرعة وتبقى معجنة من جوه. كل صينية اخدت معايا في الفرن حوالي 30 دقيقة. وزي ما بقولك دايما مدة التسوية بتختلف من فرن للتاني، وكل واحدة أضرب الفرن بتاعها. كيلو الدقيق عمل معايا ال3 صواني دول. ما شاء الله القراقيش بتاعتنا طالعة لونها تحفة ومتسوية تسوية ما شاء الله. الله عليها مع الشاي أو كوباية شاي بحليب. انتي بقى يا ست الكل علشان تفضل دايبة ومقرمشة معاكي رصيها في كيس بلاستيك واحفظيه في علبة محكمة الغلق. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة، ورجاء دعواتكم لأمي بالشفاء. والسلام عليكم.